السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا. احنا تعبنا من الطبيخ وتعبنا من الحاجات اللي بالصلصة. احنا هنعمل النهاردة الفراخ بطريقة جديدة، وكمان الرز بطريقة جديدة. بدل ما بنعمله بشعرية هنعمله بطريقة تانية هيديكي طعم وريحة حلو جدا، وهيعجبك قوي. ولو عملتيه في اي عزومة يعني هتشرفي عزومتك بالاطباق الجديدة اللي انت هتعمليها. وتعالي نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. انا جايبه فرخه كبيره حوالي 2 كيلو الا ربع، قسمتها على 8 مش على 4. وكمان جبت ونجيب بقى بوله ناشفه كده ونحط فيها المكونات بتاعتنا. معايا نص كوبايه من الطحينه، حطيت عليها ربع كمان كوبايه من الزيت، حبة فلفل اسود، رشة فلفل اسود، معلقة من الكمون، معلقة ونص من الملح، معلقة من الجنزبيل، معلقة من بهارات البهارات الفراخ المشوية. وحطيت 4 ورقات لورا، حطيت مرمرية 4 ورقات مرمرية، حطيت ليمونتين، وكمان معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل. عفوا. وابتديت ان انا اقلب بقى المكونات بتاعتي كلها كده عشان تمتزج كلها مع بعض. وبعد كده هنتبل فيها الفراخ وهنشيلها في التلاجة ما تقلش عن ساعة، ساعة ونص. تسيبيها خالص لحد ما تتشرب من التتبيلة بتاعتها. التتبيله دي حلوه جدا، ولو عملتيها كمان للفراخ المشويه حلوه قوي. المرمريه علشان الزفاره، وورق اللورة طبعا عشان الزفاره بتاعت الفراخ. وطبعا حطيت ليمون وحطيت خل برضو علشان ايه ما يبقاش فيه في الفراخ اي حاجه تديها ريحه زفاره. هنبتدي ان احنا نشيلها في التلاجة لمدة ساعة او ساعة ونص على قد ما تقدري، لحد ما تتشرب من التوابل بتاعتها. بعد ما سبناها المدة اللي انا هسيبها، هجيب بقى بصلتين كبار كده هحطهم على النار لحد ما تدبل. وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي واسيبها بالمكونات بتاعتها بكل حاجة، واسيبها على النار. بين وقت وبين التاني هبتدي ان انا اقلبها بس تقليبة واغطي واسيبها. الرز بتاعي جبت بقى شوية زيت وحطيت عليه بصلتين كبار، قطعتهم حلقان او جوليان. وبعد كده نزلت بالجزر بتاعي، جزر مبشور. وكمان نزلت بالرز بتاعي يكون ناشف ونضيف حطيته. وبعد كده نزلت بقى ببهارات الكبسة، بهارات الكبسة بتاعت الرز. وكمان معلقة من الكمون، معلقة من الملح، او معلقة ونص من الملح على حسب الحياء اللي انت حباه. بس كده. وحطيت كمان معلقة من الكركم والكاري علشان برضو تديني اللون والطعم الجميل بتاعنا ده. وسبتها لحد ما تتشرب خالص كده. احنا خلصنا المقادير بتاعتنا والفراخ بتاعتنا. بصوا بعد ما طلعت لونها كأنها مشوية، كأنك شوية الفراخ نفسها، مش كأنك مثلا عاملاها في طاسة كده على النار. هي زيها زي الفراخ المشوية بالظبط. وعملت الرز طعمه خطير، والريحة كانت بتاعة الفراخ والرز مديها طعم حلو جدا وريحة حلوة جدا. وبألف هنا وشفا. لو أول مرة تشوفي الفيديو بتاعي، لو وصلتي لحد هنا ياريت تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناة علشان يوصل لك كل جديد. معاكم يوسف من قناة أكلة وتكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.